السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في، وكذلك جي اس كي اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد على اخبار شبيبه القبائل. طبعا اخر اخبار شبيبه القبائل على صفحه الجريده، يعني كومبيتيسيون، ماذا تكلم وماذا قال رئيس شبيبه القبائل الجديد، يعني ولد علي. قال لك يبدا مهامه ويخاطب اللاعبين، يعني قال لهم بالليل القميص ولد علي سأتحدث مع مدان، يعني هضر مع مدان وراح يهضر مع كذلك المدير العام. قال لكم راهو موافق على جلب أكبر اللاعبين الأجانب، والحاجة يعني المهمة هو أنه لا يوجد تسقيف في الأجور، يعني ما كانش تسقيف في الأجور، ماذا بينا نجيبوا لاعبين كبار حتى ولو كان الأجر عالي، يعني لا نريد تسقيف في الأجور كي نأتي بلاعبين كبار لشبيبة القبائل كي تسترجع شبيبة القبائل يعني الهيبة تاعها. وصراحة دركا راح نهضروها ونقولوها باللي ما عندناش مشكل في الأموال، يعني راهي الشركة موبيليس هي الراعي الرسمي ولات 100% لشبيبة القبائل. لماذا هذا التسقيف يعني في الأجور؟ ماذا بينا إن شاء الله تجيبوا لاعبين كبار صراحة يردوا هيبة شبيبة القبائل، وهذا هو مطلب الجمهور الوحيد الذي يتمناه، يعني كل جماهير شبيبة القبائل. نتمنى لها إن شاء الله يا ربي التوفيق، ونتمنى كذلك منكم أنتم كأنصار شبيبة القبائل دائما تخليونا الآراء تاعكم في التعليقات. ما رأيكم في ولد علي وفيما قاله رئيس شبيبة القبائل الجديد على الحصول على لاعبين كبار لشبيبة القبائل؟ خليونا الآراء تاعكم في التعليقات.